إشراقات. التفاؤل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. والفأل هو الكلمة الصالحة أو الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة. مصداق ذلك ما جاء في الحديث الشريف من أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما الفأل فقال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. متفق عليه. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن الفأل الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا جبه اسمه فرح به، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح بها، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهة ذلك في وجهه. رواه أبو داود وصححه الألباني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل من طريق حسن الظن بالله، والطيرة لا تكون إلا في السوء، فلذلك كرهت. وقال الحليمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. إشراقات.